معاكم دكتور محمد محروس. النهارده هنتكلم عن الوجع. الوجع احساس مهما حاولنا نوصفه مش هنلاقي كلمات تستوعبه ولا تعبر عنه. الوجع شكوى حادة ومستمرة على مر السنين من اول الخليقة. كل المخلوقات بتحس بيه. مين مننا ما حس بالوجع بانواعه واشكاله وحجمه، سواء وجع صغير ويعدي وما يعلمش، او وجع كبير وما يتنسيش. فذكرى الوجع مش ممكن تتمحي مهما مرت عليها السنين. مين ما توجعش لفشل او فقدان امواله او وظيفته او حد غالي عليه؟ مين ما توجعش انه فارق صديق او شريك حياة باي شكل؟ مين ما حسش انه بعد فقدان شخص او شيء عرف انه خسر كتير جدا؟ بس عشان نفهم الوجع ونعالجه لازم نتكلم عنه شوية وعن أشكاله. في مثلا الوجع النفسي، وده فيه ألم وبيسيب الشخص على مستوى عقله وعواطفه، ويمكن استخدام كلمة الوجع عشان نوضح الألم النفسي أو العاطفي. مثلا حد عنده وجع نفسي بسبب فقدان شخص عايز عليه، فيحصل له إيه؟ يحصل تغيرات نفسية زي القلق، الاكتئاب، الضغوط النفسية، الاضطرابات النفسية، وبتظهر على شكل قلق، حزن، انعزال اجتماعي. كمان عندنا الوجع الاجتماعي. الألم الاجتماعي بيكون بسبب التفاعلات والعلاقات مع الآخرين، وده بيكون من كتر العشم في الناس والظن انهم غير توقعنا او انهم افضل من الواقع، وده غالبا بيوصل للعزلة والاضطهاد الاجتماعي والتمييز وصعوبات التواصل، وبتكون أعراضه على شكل توتر في العلاقات واستياء من التمييز والهروب من الاحتجاج. كمان في وجع المعاناة، وهنا بنستخدم الوجع للإشارة إن في صعوبة في حياة الشخص، زي الوجع اللي هو فيه إنه بيمر بظروف صعبة. وفي وجع مشهور جدا ومنتشر اللي هو ايه بقى؟ الاسف او الحزن. بعض الاحيان بنستخدم كلمة الوجع للتعبير عن الاسف او الحزن عشان حدث مؤلم او فجعة، زي عندي وجع على وفاة صديقي او زوجي او زوجتي او. طب في انواع تانية؟ اقول لك في كمان الوجع العضوي، وده نوع من الالم بيكون بسبب مشاكل في الجسم او الاعضاء البدنية، وده برضه بسبب سوء تعاملنا مع اجسامنا. ساعات نتعامل مع اجسامنا انها فولاذيه مش لحم ودم، زي الم الظهر، الصداع، الم المعده، والامراض العضويه الكتير اللي احنا عارفينها كلنا. بكده نكون عرفنا معظم انواع الوجع. نيجي بقى لاهم مرحله، ازاي نتخلص من الوجع ده. الاول لازم ندور على الدعم الاجتماعي. اتكلم مع اصحابك او عيلتك، صديقك، عن مشاكلك، عن المك، عن كل اوجاعك باشكالها. ولو ما لقيتش، اكتب ورقه فيها كل اوجاعك وقطعها. الدعم الاجتماعي يا جماعه بيكون مفيد جدا في التخلص من الوجع النفسي والاجتماعي. كمان التفكير الايجابي، حاول تغير الافكار السلبيه لافكار ايجابيه، وافتكر دايما ان الالم مش دايم وان في اشياء ايجابيه في الحياه. كمان الرياضه، النشاط البدني بيساعد في تحسين المزاج والتخلص من الوجع الجسدي والنفسي. لازم كمان جنب كل ده يبقى عندنا تغذية صحية، نوم هادي وكويس، لأن العناية بصحة الجسم من خلال التغذية الصحية والنوم الكافي بيقلل من الوجع العضوي وبيساهم في التعافي. بس يا جماعة النوم الكافي ده مش عدد ساعات نوم، لا، النوم بعمق. في حاجات كمان اسمها التقنيات الاسترخائية، زي التأمل والتمارين التنفسية، بتساعد على تهدئة العقل وبتقلل الوجع النفسي. وممكن نحدد أهداف تطوير مهارات التحكم بالذات، ممكن قوي تساعد عملية تحديد أهدافنا
والعمل على تطوير مهاراتنا على التحكم بالذات في التغلب على الوجع وتحقيق تحسين في الحياة. ازاي؟ لما انا بقى عندي مهارات جديدة وافكار جديدة وبطور في ده، تحكمي في ذاتي بيخلي الوجع ده مهما كان حجمه بيبقى ضعيف جدا بالنسبة لي. كمان في انواع من الوجع ممكن تخف ازاي؟ في حاجة اسمها العلاج بالتنفس والتأمل، ودي ليها تقنيات معينة بالتنفس العميق والتأمل. ي- ممكن قوي تساعد في تهدئة العقل وتقليل الألم والتوتر. مهم جدا اننا نفهم النصائح دي هي الخطوات الأولى للتعافي. ما يترددش في انك تدور على المساعدة وتشتغل على تطبيق استراتيجيات تناسب حالتك. الوجع بيخلي الحياة ملهاش طعم. احنا نستحق ان احنا نحس ان الحياة حلوة، فلازم نتغلب على اوجاعنا ونعيش من اول وجديد.